حمست هذا اللحم ببصل وثوم بدون اي نقطة زيت، وراح انزل عليهم شوية صويا الفطر ومي وشوية من هذا المرق العظام اللي سويته. ما قلت فائدة اكثر تصير. خليت بهارات وبس ملح وفلفل اسود وبهار بابريكا شوية. بدي افكر اخليه نص ساعة واشوف بعدين اجي اشوف شلون يكون مستوى اللحم. شوفوا راح اشارك وياكم المعلومات اللي انا تعلمتها بما انه انا كلش جديده بموضوع قدر الضغط. اول شيء تخلون القدر على حراره كلش عاليه، يعني اعلى شيء عندكم لحد ما هاي الدقمه الحمراء هي تكون اول شيء يعني نازله تصعد، معناتها الضغط صعد، فتصعد هاي. من تصعد هاي تنزلون الحراره على مثلا اقل شيء او يعني على النص، ما تكون حراره عاليه وتعرفون القدر مثلا فد نص ساعة وهيك شغال. ورا النص ساعة مثلا تجون تردون تفتحون الغطاء، فلازم تنفسوه منه يطلع البخار كله. هاي تنزل يعني الضغط كله نزل، تقدرون تفتحوه. اوكي، هاي لازم تكون بالخط اللي بالنص. هاي الضغط اعلى شيء، لانه شوفوا ما يطلع هوا هواي. هاي يعني متوسط، وهاي تفتح الهواء يطلع الضغط كله. ورا نص ساعة أنا هاي الحركة أخاف من عندها، كان أخوي يسويها. هاي تخوف. ورا ما يخلص الهواء كله لازم هاي تنزل. من هاي تنزل يصير واحد يفتح الغطاء. اوكي، وهسه ورا ما طلع الهواء كله شوفوا هاي نزلت، يعني الضغط راح، فهسه واحد يقدر يفتحها هيك. خلي نشوف شلون صار ورا نص ساعة. خليني اشوف ارجع لكم لان ما اقدر بايد وحدة. تصدقون انه استوى ورا نص ساعة؟ استوى، بس ناقصه شويه صويا، فهالمره راح اخلي صويا عاديه. هاي العاديه ذيك عشان صويا الفطر، وراح اخلي جزر بيه. كان عاجبني اخليها بازاليا بس ما عندي. شغله فد ما ادري، افكر 10 دقائق واشوف شلون يصير. وهسه ورا العشر دقائق هو استوى تماما، بس اني راح اخليه يفور شويه بس حتى المي يثخن شويه، فراح اخليه يفور بدون غطا. وهسه خلص صار كل شيء جاهز. سويت برغل ويا شعريه، وهاي المرقه مال اللحم، وسويتها مشوربه عدس، فراح تكون وجباتي متكونه من هذا الاكل. ويلا خلينا نجهزهن. وتدا خلصت العلب صارت جاهزه. وكميه النشويات يعني اللي هي برغل مثل ما قلت لكم هو 1 دسلتر، يعني نص كوب. اوكي، وهاي صار شكلهم. شنو رايكم بالمنظر؟ وهيجي صاروا جاهزات، وراح افوتهم للثلاجة. مرات من احس انه ما راح يعني اقدر اكل الوجبات، فاحطها بالمجمدة كلش عادي، بعدين تطلعوهن وتحموهن. بس فالناس اللي تسأل تحطيهم بالثلاجة او بالمجمدة، انتم بكيفكم، لو ثلاجة لو مجمدة عادي.